في حلة واحدة وفي نص ساعة وبنكهات جديدة هنعمل أحلى غدا النهاردة. كله في حلة واحدة وطعمه خطير للناس اللي بتحب تغير وتجدد في أكلها. أكلتنا النهاردة سهلة وسريعة وبتخلص في حلة واحدة. وأول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بالفراخ. أنا النهاردة استخدمت شيش طاووق عادي جدا، نضفته طبعا وغسلته ونشفته كويس، وهنبدأ نتبله. هتبله بتوم مع نص معلقة من التوم المفروم ورشة من الفلفل الأسود بس. وكمان هنضيف عصير ليمونة كاملة كبيرة، ده هيديها مزازة وطعم حلو قوي. وبعد كده هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس قوي في التتبيلة. أنا عايزة أسيب الخليط في التتبيلة، عايزة الفراخ تشرب التتبيلة اللي أنا تبلتها كويس قوي، وهسيبها على جنب. وبعد كده في الحلة على النار هضيف زبدة مع زيت، أو زي ما تحبوا زبدة أو سمنة زي ما تحبوا. هسيبها لحد ما تسيح والطاسة تسخن كويس قوي. هنبدأ نشوح الطاووق بتاعنا. انا المهم عندي ان انا اشوحه على نار عالية ياخد لون بس ما يستويش من على الجنبين، وبعد كده اطلعه. طبعا لو الكمية كبيرة نقدر نشوحه على مرحلتين او 3 حسب ما هنستخدم. انا شوحته على مرحلتين، شايفين اخد لون حلو، وبعد كده هطلعه. هكمل باقي الكمية كلها وفي نفس الطاسة بنفس النكهات اللي نزلت من الفراخ هنكمل باقي وصفتنا. ضفت هنا كيس من لسان العصفور، اي نوع استخدموه. هقلبه لحد ما يبدأ ياخد من التتبيلة اللي كانت في الحلة بتاعتنا، وبعد كده هضيف عليه باقي الاضافات. انا ضفت كرفس، وكمان هضيف بشر ليمون. واساسي وصفتنا النهارده هو الثوم والليمون. وضفت طبعا الليمون، وهقلب كله لحد ما لسان العصفور يبدأ ياخد لون حلو. عايزة لسان العصفور ياخد لون، بعد كده هضيف عليه المية السخنة. وطبعا هنتبل بملح وفلفل، واخر حاجة بحب اضيفها هي البقدونس، ده هيديها طعم حلو قوي قوي. وخلاص بعد ما تغلي بالشكل ده هبدأ ارجع عليها الفراخ تكمل سوا. هرص كل الفراخ في الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تبدأ تشرب كل المية بتاعتها هوطي النار واغطيها واسيبها تكمل سوا على نار هاديه. بالظبط نفس تسويه الرز، انا بسوي لسان عصفور نفس تسويه الرز بس بياخد وقت اقل. زي ما انتوا شايفين كده هغطي على نار هاديه تكمل سوا. جربوها ومتاكده هتحبوها. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه.